وجه حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر وصاحب بلاد النوبة والسودان وكردفان ودارفور الدعوة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء دول الجامعة العربية ممثلين بأشخاصهم أو بتوكيلات عنهم إلى الاجتماع في مؤتمر خاص يعقد في زهراء إنشاص في يومي 28 و 29 مايو سنة 1946. وقد لبت دعوة حضرة صاحب الفخامة السيد شكري القواتلي رئيس الجمهورية السورية، وحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن، وحضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق، وحضرة صاحب الفخامة الشيخ بشار الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية، وحضرة صاحب السمو الملك الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب السمو الملك الأمير سيف الإسلام عبد الله نجل جلالة الإمام يحيى ملك اليمن. في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بنفيلد حضرة صاحب السمو الملك الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين يتقدمهم سعادة الفريق عمر فتحي باشا كبير اليوران نائبا عن جلالة الملك المعظم. وبعد أن فتش سموه قراقول الشرف الذي أعد لاستقباله استقل السيارة الملكية إلى زهراء إنشاص. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول مطار بلبيس ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن وحضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول. وقد شهد الاستقبال سمو الأمير سعود والوزراء المفوضون للأمم العربية ورجال المفوضيات العربية وكبار رجال السراي، وقد صدحت الموسيقى بسلام المملكتين العظيمتين، وتفضل الضيفان العظيمان بتفتيش قراقول الشرف الذي أعد لاستقبالهما. وبعد الظهر حوالي الساعة 5 أقيمت للضيوف الكرام حفلة شاي شائقة في الذهبية الملكية شرفها ضيوف الفاروق العظيم والوزراء المفوضون للأمم العربية ومرافق الضيوف وكبار رجال السراي.